قبل ما نبدأ الفيديو حابب أعتذر عن الغيبة الطويلة دي، واجهتني شوية مشاكل والحمد لله حلتها، وإن شاء الله هحاول أكون منتظم في القناة. شكرا ليكم على 400 مشترك، بجد مش عارف أقول لكم إيه. آخر فيديو عملته كان مراجعة سريعة للعبة ميتال جير رايزنج، كانت القناة 200 مشترك، فجأة هلاقيها بعد أسبوعين وصلت 400 مشترك. بحبكم بجد والله، بجد كل ما يجيلي إشعار إن في مشترك جديد ببقى مبسوط قوي، حتى لما غبت المدة دي في ناس فضلت تشترك، فبجد أشكر كل واحد اشترك واللي لسه هيشترك. كمان قولوا لي إيه رأيكم في الفيديو اللي غنيت فيه لفيلم ستيفن يونيفرس، حابب اعرف هل عايزين حاجات زي دي كتير ولا لا. وبس يلا بينا ندخل على فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعه؟ في فيديو النهارده هنتكلم عن العاب للاندرويد شبيهه جدا لالعاب تانية على الكمبيوتر. يعني لو انت عندك الكمبيوتر فيه مواصفات مش قد كده بس في العاب عايز تلعبها عليه، فالالعاب دي هتكون كافيه جدا انها تعيشك نفس التجربه بجد. حتى هتشوفوا في الالعاب دي نفس ميكانيكيات الحركه اللي برضو واخداها من العاب الكمبيوتر. قبل ما نبدا طبعا ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ويقويهم في الحرب اللي هم فيها، وما تنسوش كمان ان المقاطعه برضو حرب ومش هتنتهي غير بنصر اخواتنا ان شاء الله. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مستعدين؟ يلا نبدا. اللعبة رقم واحد واللي اسمها لوست لايت. اللعبة دي تعتبر نسخة موبايل من لعبة مشهورة جدا على الكمبيوتر اسمها اسكيب فروم توركوف، واللي يعرف اللعبة الأصلية هيعرف إن دي مش مجرد لعبة شوتر، دي لعبة نجاة وتكتيك وسرقة لوتات من اللاعبين التانيين، ولازم تبقى حريص في كل خطوة عشان أي غلطة بتكلفك كل حاجة معاك. لوست لايت جابت نفس الروح دي بالظبط، خلتك تبدأ كمقاتل بسيط وبتدخل مناطق محظورة تسرق منها موارد وتخرج حي، واللي يفرقها عن باقي ألعاب الشوتر إنك مش داخل تضرب نار لمجرد الضرب، لا أنت بتخطط تمشي منين وتخبي ايه وتخرج ازاي، ولو مت كل حاجه كانت معاك راحت. يعني حتى القلق النفسي اللي في اللعبه الاصليه موجوده هنا. اللعبه كمان جابت نفس فكره انك تبني ملجأ خاص بيك تطوره وتضيف له حاجات زي مخزن الاسلحه، منطقه التدريب، وكمان فيها سوق تبيع وتشتري فيه، وده شبه اللي في اللعبه الاصليه بنسبه كبيره. والتحكم في الموبايل معمول بعنايه، واسلوب التصويب والاكشن تقيل كانك فعلا بتلعب على الكمبيوتر مش موبايل. الجرافيكس قويه جدا بالمقارنه بالعاب الموبايل التانيه، وبتحسسك انك في حرب حقيقيه مش كرتون. اللعبه رقم 2 واللي اسمها برايت ميموري موبايل، ودي ببساطه عباره عن محاوله جامده جدا انها تنقل واحده من اقوى العاب الاكشن على الكمبيوتر للموبايل، اللي هي برايت ميموري انفينيتي. اللعبه دي معموله بمحرك جرافيك متقدم جدا، وقدرت توصل لنفس مستوى المؤثرات البصريه والجيم بلاي اللي في نسخه الكمبيوتر، وده في حد ذاته انجاز كبير جدا لان اللعبه الاصليه على الكمبيوتر كانت مبهره من كل النواحي، من حركه الكاميرا السريعه للضرب بالسيف مع الرصاص للتنقل السلس بين الاسلحه والضربات الخاصه. النسخه اللي على الموبايل خدت نفس الفكره، خلتك تلعب بشخصيه عندها قدرات خارقه تستخدم مسدسات، رشاشات، سيوف، وتضرب في الجو وفي الارض، وتصد هجمات وتردها بحركات سينمائيه، وكل ده برسومات قويه جدا بالنسبه للموبايل. كمان مراحل اللعبه مش بس جرافيك لكن معموله بنفس تصميم المراحل اللي في نسخه الكمبيوتر، الاماكن والاضاءه وطريقه حركات الاعداء، وكل حاجه مدروسه عشان تخلي اللي بيلعب يحس انه فعلا داخل في تجربه من نفس مستوى الكمبيوتر. في كمان شويه قصص معموله من غير تعقيد تركز اكتر على الاكشن، وده يخلي اللعبه حماسها ما يقلش طول ما انت بتلعب. واللعبه رقم 3 واللي اسمها فيدنج سيتي، واللي واخده طابع لعبه اسمها ذا لاست اوف اس بس معموله بشكل خاص للموبايل. اللعبه بتحكي عن مدينه ضاعت فيها الانسانيه، وانت داخل تلعب دور شخص بيحاول ينجو من عالم كله زومبي وخراب. اللي خلى اللعبه دي مميزه جدا ان المطورين فعلا اهتموا بكل تفصيله كانت موجوده في اللعبه الاصليه، من طريقه المشي في الشوارع اللي كلها خراب، للاصوات اللي بتسمعها حواليك وانت ماشي، لردود فعل الشخصيه لما تلاقي خطر. كمان فيها عناصر بقاء قويه جدا زي انك لازم تجمع موارد، تصنع اسلحه، تحافظ على طاقتك، وتواجه مخلوقات مش طبيعيه، وكل مره تدخل مكان بتحس بخطر جديد. وزي ما اللعبه الاصليه كانت مبنيه على العلاقات بين الشخصيات والناحيه العاطفيه، اللعبه دي كمان فيها شغل درامي، فيها مهمات بتخليك تساعد ناس او تختار تسيبهم، وكل قرار ليه تاثير. الجرافيك هنا يعتبر من اقوى ما شفت على الموبايل، خصوصا في تفاصيل الوجوه، الملابس، وتعبيرات الخوف. يعني مش منظر وخلاص، ده احساس كمان. واللعبه رقم 4 واللي اسمها بروجكت بلود ستريك، ودي تعتبر نسخه موبايل مطوره ومقتبسه من لعبه وير زون اللي هي جزء من سلسله كول اوف دوتي المشهوره على الكمبيوتر. اللعبه دي مش بس بتقدم لك جرافيكس قوي جدا على الموبايل، لا كمان فيها نظام قتالي شبه اللي في اللعبه الاصليه من حيث السرعه والمرونه والواقعيه. يعني هتحس انك بتتحرك بنفس طريقه الشخصيات في كول اوف دوتي، من اول الانزلاق على الارض للتسلق على الحيطان لاستخدام الدروع المؤقته، وحتى اسلوب القتال في مناطق مغلقه. كمان خدت نفس الفكره بتاعت انك تنزل من الطياره، تختار منطقه على الخريطه وتبدا تلوت وتواجه خصومك، ولو مت تقدر ترجع الجيم عن طريق مود شبه الجولاج اللي في وور زون الاصلي. الاسلحه كمان فيها
فيها نفس التفاصيل من الرشاشات القوية للقناصات وحتى كاتم الصوت والسكوابات، وبتعدل على سلاحك في الجيم نفسه مش من المنيو بس، وده شبه النظام اللي في الكمبيوتر بالظبط. حتى الخريطة واسعة وبتتغير كل فترة، والمباني فيها تفاصيل كتير وبتشجعك تدخل وتفتش وتعمل كمين. يعني الموضوع مش بس ضرب نار وخلاص، ده تكتيك وتخطيط من أول لحظة لآخرها نفس اللي في اللعبة بالظبط. واللعبة رقم 5 واللي اسمها اون داون، واللي تعتبر محاكاة مباشرة للعبة دايز جون اللي نزلت على الكمبيوتر، بس هنا معمول حساب ان الموبايل يقدر يشغل نفس كمية الأحداث بتفاصيل مبهرة. اللعبة بتحطك في عالم مفتوح بعد الكارثة، كله مليان زومبي وناجين بيحاولوا يبنوا حياتهم من الأول، وكل حاجة حواليك متدمرة، والمدينة مليانة مناطق خطيرة وأماكن فيها مفاجآت مرعبة. الجيم بلاي بيجمع بين القتال والاستكشاف والبقاء، وفي قاعدة بتبنيها لنفسك وتطورها وتدير مواردك، وكل ده وانت بتحاول تعيش وسط الفوضى. كمان في نظام نهار وليل ومطر وضباب، يعني الجو نفسه بيديك إحساس بالرعب والقلق اللي اللعبة الأصلية نجحت تنقله. مش بس كده، ده كمان في عربيات تركبها وتعدلها وتخرج بيها في المهمات وتهاجم بيها مستعمرات الزومبي، وده نفس فكرة الموتوسيكل اللي كان في اللعبة الأصلية. الأصوات كمان واقعية جدا، صوت خطواتك وانت ماشي على خشب غير وانت ماشي على تراب، وصوت أنفاس الشخصية لما يجري ويتعب، وكمان لو دخلت مكان ضلمة هتسمع صوت قلبه بيدق أسرع، وده بيعلي التوتر جدا زي اللي كنا بنعيشه في ألعاب الكمبيوتر. واللعبة رقم 6 واللي اسمها باسكالز ووجر، ودي تعتبر التجربة الوحيدة تقريبا اللي جابت روح ألعاب دارك سولز على الموبايل، والأغرب إنها نجحت فعلا. اللعبة دي فيها نفس أسلوب القتال التقيل والبطيء اللي بيعتمد على التركيز وتوقيت الضربات، ولو غلطة واحدة ممكن تموتك. الأعداء مش بيهزروا، كل واحد ليه طريقة لعب مختلفة ولازم تدرس حركاته كويس وتستنى اللحظة المناسبة للهجوم. اللعبة كمان مش بتعتمد على تقطيع زرار الضرب، دي عايزة تركيز وصبر، وكل ما تموت بتتعاقب بجد، بس في نفس الوقت بتكافئك لما تفوز. فيها نظام ترقيات وأسلحة ودروع، وكل واحدة ليها تأثير حقيقي وبتغير شكل اللعب. الأماكن في اللعبة كلها غامقة وكئيبة، وده جزء من الجو العام اللي يخليك تحس إنك فعلا في كابوس، زي بالظبط الجو الكئيب في دارك سولز. كمان الموسيقى والمشاهد السينمائية معمولة بحرفية، كل حاجة محسوبة تديك إحساس القلق والرهبة اللي بتعيشه في ألعاب الكمبيوتر القوية، وده كله على شاشة الموبايل. اللعبة رقم 7 واللي اسمها أرينا بريك أوت، ودي تعتبر أقرب تجربة موبايل للعبة اللي اتكلمنا عنها في الأول اسكيب فروم توركوب، بس على مستوى أعلى من أي لعبة موبايل تانية من حيث الواقعية. اللعبة مبنية على فكرة البقاء والخروج من مناطق معادية وانت شايل حاجات، ولو مت كل اللي كان معاك بيضيع، بالظبط زي ما بيحصل في النسخة الأصلية. اللي يميز أرينا بريك أوت عن أي لعبة تانية هو إنها ركزت جدا على واقعية الأسلحة، كل سلاح فيه حوالي 12 قطعة تقدر تغيرهم وتعدل المسدس أو الرشاش من أول المخزن للمقبض للسكوب وحتى نوع الطلق، وكل تغيير بيأثر فعلا في أداء السلاح. ده غير إن الصوت نفسه معمول بنظام ثلاثي الأبعاد، يعني لو حد بيجري من وراك فعلا هتسمع خطوته جاية من وراك، ولو في تبادل إطلاق نار في الدور اللي فوقك هتحسه زي حقيقة. كمان الجيم بلاي بيعتمد على التفكير، ما تضربش في أي حد وخلاص، فكر هو مين وممكن تسيبه وتمشي ولا لأ، وهل تستاهل المخاطرة عشان تاخد اللي معاه. الجرافيك يعتبر من أعلى ما شفته على الموبايل، التفاصيل في الوجوه في الممرات في الأسطح حتى التراب اللي بيطلع من تحت رجلك وانت بتجري، كل ده معمول بدقة مش طبيعية تخليك تنسى انك بتلعب على شاشة الموبايل. اللعبة رقم 8 واللي اسمها ويزرينج ويفز، ودي تعتبر استلهام مباشر للعبة جنشن امباكت اللي اصلا اتشهرت على الكمبيوتر، بس المختلف هنا ان اللعبة خدت الاساس وطورت عليه وقدمت تجربة شبه عالم مفتوح سينمائي متكامل. اللعبة بتحكي عن عالم مستقبلي خربان، وكل منطقة فيها ليها طابع خاص بيها، من اول شكل البيئة للاعداء اللي فيها لنوع القدرات اللي ممكن تكتسبها هناك. اللعبة بتجمع بين الاكشن السريع والسلاسة في القتال اللي تخليك تعمل مجموعات ضرب متواصلة بين اكتر من شخصية، وكل واحدة ليها قدرات خاصة ممكن تربطها ببعض عشان تعمل ضرر كبير في وقت قليل. في كمان تصميم مراحل شبه ألعاب الكمبيوتر الكبيرة، وكأنك بتتفرج على فيلم أنمي بجودة 4K، ورسومات مش بس حلوة، دي حقيقية. الضوء بيقع على الأرض بشكل طبيعي، والسما بتتغير على حسب الوقت، والأعداء بيتصرفوا بشكل مختلف حسب الظروف. مش بس كده، ده كمان في عالم تقدر تستكشفه، تطلع فوق الجبال، تغوص تحت المية، تلاقي أماكن سرية وتفك ألغاز، وده بيخلي اللعبة مش مجرد قتال، دي تجربة متكاملة زي اللي كنا بنعيشها على الكمبيوتر في ألعاب زي بريز اوف ذا وايلد أو جنشن. والأهم من كده إن كل تفصيلة في الشخصية بتبان من لبسها لطريقة كلامها لصوتها والتأثيرات اللي بتحصل لما تستخدم قدراتها. اللعبة رقم 9 واللي اسمها وير أفتر شوتر، ودي واحدة من أقرب المحاولات لتقليد باتل فيلد على الكمبيوتر، بس بشكل خفيف شوية يشتغل كويس على الموبايل بدون ما يخسر الواقعية. اللعبة فكرتها حروب مستقبلية بين جيوش، وكل حاجة فيها بتحسسك إنك في ساحة معركة بجد، في دبابات بتتحرك حوالينك، في قناصة مستخبية في الأبراج، والطلق بيجي من كل اتجاه، ولازم
لازم تبقى صاحي على طول. الجرافيك بتاع اللعبة ممتاز جدا بالنسبة لحجمها، في تفاصيل في الأرض، في الحيطان اللي تتكسر، في البنايات اللي ممكن تدخلها وتتخنق جواها، وكل ده بيخلي الخريطة نفسها جزء من المعركة مش مجرد خلفية. الأسلحة كمان واقعية في صوتها وردة فعلها، وكل ما تقتل أكتر تفتح ترقيات تخليك تغير شكل سلاحك وتحسن أدائك. الأكتر من كده إن اللعبة فيها أنظمة تواصل صوتي وفرق، وبتديك الإحساس إنك فعلا بتقاتل جنب ناس تانية مش روبوتات، وده بيزود الحماس والإحساس بالمسؤولية وأنت في الجيم. اللعبة الأخيرة رقم 10 واللي اسمها ريبيل اي ان سي، ودي مش لعبة ضرب نار ولا جرافيك متفجر، لكنها من أكتر الألعاب الاستراتيجية اللي قدرت تنقل عقل لعبة كمبيوتر حقيقية وتحطه في موبايل، تحديدا من اللعبة الشهيرة بلاجو اي ان سي ايفولفد. بس بدل ما تكون انت اللي بتدمر العالم بفيروس، هنا انت بتحاول تبني بلد طالع من حرب أهلية، وكل قرار بتاخده بيغير مصير الدولة. في الأول بتختار المنطقة اللي هتحكمها، وبعدها بيبدأ التحدي الحقيقي، ازاي توزع الميزانية، تبني مدارس ومستشفيات، تعمل طرق وتزود الخدمات، بس في نفس الوقت تحاول تسيطر على التمرد اللي بيحصل من جماعات معادية بتحاول ترجع المنطقة للفوضى. اللعبة ما خدتش بس ستايل بلاجو اي ان سي، لا طورت عليه بشكل عبقري، في توازن رهيب بين الإدارة المدنية والسيطرة العسكرية، وتقدر تعقد اتفاقيات، ترسل قوات، تفاوض وتعمل مصالحات. كل حركة ليها رد فعل من السكان، وفي نظام سعادة وعدم رضا، ولو أهملت جانب على حساب التاني الناس هتبدأ تثور ضدك، كأنك ماسك دولة فعلا، وكل زرار بتدوس عليه بيحرك مجتمع كامل. مش بس كده، اللعبة فيها تحديثات مستمرة وتحديات يومية، وتخلي كل جيم مختلف، وكل مرة تلعبها بتحس إنك في موقف جديد. وبس كده يا جماعة، بكده يكون انتهى فيديو النهاردة، وقولوا لي في التعليقات ايه أكتر لعبة عجبتكم من ما بين الألعاب دي. ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.